حبيت أباك اب معاكم شوية حاجات كده عملتها في خلال السنة وend of year كده وإنه بداية سنة جديدة براجع مع نفسي. فبدأت معاكم بالشريط ده، هو شريط برايورين ان، علشان هو من الحاجات اللي فرقت معايا جدا. إنه بصوا بقى عندي القصة دي، هي تبان إن هي قصة قصيرة، فالطبيعي إن أنا أقارن نفسي بالناس اللي قصتها واو وأزعل. لكن الحقيقة إن أنا مش زعلانة خالص، لأنها كانت بادئة بخصلتين واقفين كده ومحروقين، عشان أنا في بداية السنة رحت عملت هايلايتس عشان كان وحشني الشعر الفاتح، فقصتي اتحرقت ووقعت قدامي كلها. وانا حكيت لكم القصه دي، فلما اخدت برايورين ان واخدت كمان ليميتلس جلو وقعدت ركزت جدا في المالتي فيتامينز اللي باخدها، مش كل الحاجات خدتها في نفس الوقت بس ركزت، وارجعوا للفيديوز عشان تعرفوا الموضوع مشي معايا ازاي. الموضوع فرق معايا جدا. وكمان كنت بستخدم حاجات على الهير فوليكل، وطبعا من اولها المينوكسيديل، وزودت اي ميمكت الافكت بان انا استخدمت كابيكسي. وكنت ببدل بين حاجات كتير قوي زي دوكري وحاجات كتير. ارجعوا الفيديوز عشان تعرفوا اكتر. تعالوا نكمل بقية الانجازات. من انواع المينوكسيديل اللي انا استخدمتها ريجين ده، واحلى حاجه فيه ان هو 2% عشان بينفع للستات وللرجاله. للاسف بقى هو دلوقتي ناقص جدا، وانا جربت مينوكسيديل مصري كتير، وللاسف يا اما كان بيخلي راسي ايتشي، يا اما كان بيبوظ لي شعري، وانا بحب شعري يبقى معمول وما اعملوش كذا مره في الاسبوع. باعمله مرتين maximum يعني، وده أصلًا بيحرق الشعر، باحاول أعمله مرة أو إن أنا أريّحه، فكان الفوم مش بينفع معايا خالص، والأنواع المصري كانت بتخلّيني itchy جدًا. فأنا عندي مشكلة جدًا إن أنا الregain ال2% ده ناقص. أرجوكم الشركة تحاولوا تردوا علينا، هو ليه ناقص وليه على طول فيه ال5% بس؟ مشكلة ال5% بس إنه غالي جدًا، وإنه أصلًا للmen بس، فأنا خايفة يطلّع إن هو شعر وبري زي ما ناس كتير بتقول. فالحقيقة لسه هاجرّب معاكم وهاوصل لحل إزاي، هل هاجيبه من برّه، هل هاستخدم ال5 واستسلم، والّا هيحصل إيه؟ لإنه غالي جدًا، بس هو بيقعد كتير، يعني هو مش بيبقى في الأسبوع مثلًا. طيب، من الإنجازات بقى تاني، من الإنجازات تاني إن أنا كنت صديقة للمونجارو خلال السنة اللي فاتت، وفرقت معايا جدًا. صحيح أنا ما بقيتش slim وما وصلتش للideal weight، بس أنا دايمًا باقول لكم إنه ما فيش وزن مثالي، لكن في وزن مناسب. صحتي بقت أحسن. أنا عندي مشكلة إن أنا بيطلع لي fibroids أو أورام ليفية، وكنت شايلاها تمامًا، بس كنت برضه ما زلت عندي مشكلة بطانة الرحم المهاجرة، وهي إنه بيحصل لي bleeding كتير أوي في أوقات كتير من السنة. فالbleeding ده قَل خالص، الmenstrual cycle أو الدورة الشهرية، يعني I'm sorry إني باقول كده، بس هي فرقت معايا جدًا إنها انتظمت وعالجت لي المشاكل دي كلّها. فالناس اللي بتقعد تقول ما تاخدوش منجارو واقفلوا بُقكم وخلاص، لأ، راجعوا نفسكم كويس. واحب أقول لكم إنه مش شرط تكون منجارو بس، لأ، جميع حقن التخسيس متاحة لحل هذه المشاكل، من PCOS، من بطانة رحم مهاجرة، من مشاكل كتير، بالتعاون مع دكتور النسا ودكتور الnutrition والhealth coach هتقدروا توصلوا لحالات كويسة جدًا وsuccess stories كتير جدًا. فاللي أنا عايزة أقوله celebrate الsteps اللي حصلت في حياتكم، أو الsuccess points اللي حصلت في حياتكم، اللي هي مش لازم تكون a big one أو huge one. يعني be the change، واهتموا بالتغيير حتى لو بسيط. من الحاجات كمان اللي حصلت إن أنا عرفت الكوريين products وعرفت طريقها اللي كنت باسمع عنها كتير وكنت باخاف أجرّبها. جرّبت حاجات كتير زي K18 كحمام كريم، وبجد فرق في شعري جدًا. وجرّبت Medicube كsleeping mask إن هو يدّي بشرتي collagen، وإن أنا جرّبت الماسك كمان، وجرّبت الكلام ده مع الclients بتوعي في العيادة، عشان أنا باحب glow inside out، مش nutrition بس، لأ كمان إيه اللي بناكله، إيه اللي بنستخدمه، الروتين. Medicube عليّا وعلى الclients جاب نتايج خطيرة، ولسه I'm excited إن أنا أجرّب حاجات أكتر. وكنت باقول لكم الصبح في فيديو الصبح إنه أنا كمان الكوريين بدأوا يبعتوا لي directly، مش بس إن أنا كنت باشتري حاجة خلال السنة وجرّبت حاجات كتير وقُلت الreviews بتاعتها، لأ ده كمان اتبعت لي شُحنة من كوريا على طول. فده من الحاجات اللي حاسة إن أنا عايزة أcelebrate معاكم. قدرت إن أنا أستخدم perfumes خليجي وما يبقاش كل الوقت perfumes فرنساوي، وحبيت جدًا الperfumes الخليجي زي قصة من الكويت، وكمان حبيت خُمرة. أعتقد خُمرة سعودي، يعني ما كنتش يعني بافتي، بس أنا عامةً بالنسبة لي الخليج خليج يعني. فحبيت جدًا الperfumes الخليجي، وما قدرتش أكتفي بيها لوحدها، مش عشان هُم مش حلوين، بس عشان أنا حبيت الcombo في الperfumes، فبقيت أحط الخليجي مع perfume الفرنساوي. حتى كمان في أوقات استخدمت perfumes مصري. من الحاجات اللي كانت لذيذة أوي، هاحاول أفتكر الأسماء وأقولها لكم، بس ماسك من البراندز الحلوة أوي في المصري. وعامةً بقيت I mix and match بين الperfume الخليجي، المصري، أحطهم كbase وأحط عليهم الperfume الفرنساوي. وكمان كنت I mix مع body splash matching علشان الcombo في الperfumes عجبني جدًا. وكمان جربت الcombo في الlip gloss. تعالوا أحكي لكم القصة.
لو أخدنا كمثال هنلاقي مثلًا أنا هنا جِبت ده من She Glam هو lip and cheek tint وباحط عليه الlip gloss ده من كيكو، وهو أصلًا ده الدرجة أنا جرّبت درجات كتير، دي الدرجة الbrown اللي بتبقى على beige كده وbrown و مع الlip gloss ده من كيكو، مع الlip gloss ده من سيفورا، فدول مثلًا بالنسبة لي lip combo من الحاجات الناجحة، ألوان بقى كتير، يعني دايمًا بيبقى في شنطتي lip combo يعني أمّا حد بيقول لي الروج بتاعِك حلو، أنا باطلّع الlip combo، نفس الكلام جرّبته في الperfumes ما بقتش الperfumes بتاعتِك حلوة، لأ بقى اسمها perfume combo بتاعتِك حلوة، أو mix بين الأنواع، هو ده اللي أنا بقيت أعمله. من الحاجات المهمة جدًا كمان إن أنا بطّلت الgel polish وبقيت أهتم بضوافري، صحيح عشان أنا anemic وبييجي لي أنيميا كتير أوي، فلمّا ما باهتمش بدوا الأنيميا اللي أنا باخده، ضوافري بتتكسّر تاني وبارجع أبقى عايزة أبدأ من الصفر، بس الend result إن أنا ضوافري في تحسُّن أهو. وده كان لون البراون اللي كنت باحطه على طول، وغلطت إني ما كنتش باحطه على transparent base بس أدينا بنتعلم، وده اللي أنا باقوله لكم دايمًا إن إحنا بنعيش بنتعلم، وإنه we have to celebrate حتى لو حاجات صغيرة، أنا ما عالجتش الأنيميا 100% ولسه بتتحسن، بس على الأقل اكتشفت المشكلة، ومن الأدوية الكويسة أوي، أوي، أوي اللي مشيت عليها الفترة اللي فاتت في الحديد جربت 3 أنواع على مدار السنة limitless lipopherics وكمان جربت سيدرال وكمان جرّبت فيرودينال وال3 أحسن من بعض الحقيقة، ويمكن حبيت أكتر واحد فيهم سيدرال، وراه على طول فيرودينال، وراه limitless lipophilics بس في الآخر كلّهم حلوين أوي. بدأت كمان أستخدم مغنيسيوم قبل النوم في الأيام اللي ما كنتش باعرف أنام فيها deep sleep وأحلى مغنيسيوم وهافضل أقول كده limitless magnesium glycinate ولازم يكون magnesium glycinate أيًا كان النوع. كمان مشيت على omega 3 وباحب أوي omega 3 صافي لايف وباحب omega 3 now. كل دي حاجات أنا ضبّطتها، في الآخر اتعلّمت أسمع جسمي، وده من الإنجازات اللي أنا عرفتها خلال السنة اللي فاتت كويس أوي. مشيت على rule 80-20 وإني باكل أكل صحّي بس في 20% باكل اللي نِفْسي فيه، يعني أنا باحب الآيس كريم، ما بقيتش آخُد مثلًا for example لمّا بادخل Dars